اسكندريه محمد الجزار يظهر هيتكلم عن ياسر. يا جزار، مساء الخير عليك كابتن مجدي، ومسا على الكابتن عصام صيام رئيس لجنه الحكام. اهلا بيك. ايه الاخبار اللي عندك دي؟ هو طبعا بالفعل الكابتن ياسر محمود قافل تليفونه. هو طبعا انت عارف حضرتك ان هو منطقه شعبيه، منطقه الغيط الصعيدي، ولكن هو طبعا الاشاعات اللي كترت على ان هو حصل له مشاكل او حصل اي حاجه عند منزله او حاجه، احنا بننفي الكلام ده تماما. الكابتن ياسر محمود تمام، كل حاجه اموره كويسه. المنطقه الشعبيه متعودين في اسكندريه هنا ان الاهالي كلها بتبقى مع بعض اسره واحده، طبعا ما فيش اي حاجه حصلت. هو كان في اشاعه طلعت ان حد اعتدى عليه ولا حاجه يعني كان كلام كده كابتن، ولكن طبعا الكلام ده كله ما حصلش ولا اي حاجه حصلت من الكلام ده. ولكن خليني اقول لك ان الكابتن ياسر قافل تليفونه تماما، معتصم تقريبا ما بينزلش، حاله نفسيه سيئه جدا، وهو يعني خد قرار باعتزاله للتحكيم المصري، اللي طبعا ده جو ارهاب مش جو كوره. وهو شايف ان طبعا ما فيش انسان معصوم من الخطا، ولكن الحرب اللي هو تعرض لها خلال الفتره الاخيره دي خليته ياخد قرار بينه وبين نفسه، ان هو بيقول القرار ده ما فيش تراجع عنه. بعض زملاته من الحكام حاولوا ان هم يروحوا له، وبعض القدامى من الحكام حاولوا ان هم يخلوه ما يستعجلش او ياخد يعني ما يعلنش عن قراره، بيحاولوا ان هم يصنعوا عن هذا القرار، بيقولوا ان ده قرار انفعالي في التوقيت ده، فاصبر شويه ادي لنفسك براح. ولكن هو واضح ان هو واخد قرار ان هو بيعتزل التحكيم المصري خلال المرحله اللي جايه، نظرا للظروف الصعبه اللي هو بيمر بيها. محمد جزار، بشكرك شكر جزيل.